في شهر 5 الماضي رحله كبيره كانت للبحيرات، كان العدد 88 سياره دفع رباعي. 88 سياره دفع رباعي. صحيح 88 سياره. طيب حضرتك تاخذوا كنتوا على النفر رسوم ولا على السياره ولا كيف كان الجبايه نتاعتكم؟ هو طبعا النادي هذا مش ربحي، هو الهدف منه هو اخراج الشباب من ربما للاسف يعني نقول الازمات اللي تمر بها ليبيا، يعني اعطائهم شحنه ايجابيه، يعني تمكينهم من زياره الاماكن الحلوه هي باش يعني يحبوا بلادهم اكثر، لان اللي يشوف ويلمس الواقع غير اللي يشوف في الصوره يعني. انت لما تشوف يعني بحيره ولا تشوف وين البحيره؟ وين المنطقه اللي مشيتوا لها انتم سيد ناصر؟ اخر رحله بالنسبه لي، اخر رحله اللي هي كان العدد فيها 88 سياره، مشينا للبحيرات، بحيره دبرعون، ام الماء، بقصاص. هذه في الجنوب الليبي؟ مافو. هذه كلها في وادي الاجال يعني في جهه اوباي. كم كانت مسافه الرحله؟ كم كيلومتر؟ والله حوالي يعني في المجمل يعني ذهاب واياب تجاوزت 2800 كيلومتر. طبعا مشينا لاكاكوس، مشينا لمقدس، استمرت الرحله لمده 13 يوم. انت سالتني سؤال حضرتك على المبالغ الماليه. كلفت الرحله لكل شخص 40 دينار. 40 دينار مقابل انه هو يمشي يقعد معنا حوالي 15 يوم في هالمناطق الجوله. طيب كنا نحكوا في طول الحلقه على ان ما فيش بنيه تحتيه للمناطق السياحيه، وين سكنتهم يا ناصر الناس اللي كانوا معاك الجروب هذا كله؟ وين حطيتهم؟ والله اولا احنا قلت لك نزرع في ثقافه الرحلات الجماعيه، الحمد لله يعني بدل الشباب كانوا يعني واخذ سياره دفع رباعي ويتجول بها في الازقه او في داخل المدن. الحمد لله يعني قدرنا نوصلوا لمجموعه كبيره من الشباب اللي هو لازم يهتم بهالسياره هذه الدفع الرباعي، لازم يصينها، لازم يدير، لازم تكون عنده مستلزمات خاصه به زي الخيمه، زي الطاوله، زي الكرسي، زي الكمبرسوري للسياره مثلا، يعني حبل جر، يعني في اشياء مستلزمات لازم. فتو اصبح الشاب يعني كل همه انه هو تكون سيارته مريحه ونظيفه وجميله وصالحه للاستعمال في المناطق الوعره، لانه ينتظر في رحله مننا، يعني ينتظر في خلال يعني مفاجاه، يجي ينزل له اعلان يقول له والله الاسبوع الجاي ماشيين لاكاكوس مثلا، فهو لازم يكون جاهز.